هل تعلم أن رسول الله عفوا أعتذر هل تعلم أن الصحابي محمد رضي الله عنه عند دين السقيفة أصبح مجنونا وكان يريد الانتحار من فوق الجبال؟ لست أنا من يقول هذا الشيخ. أحس أنه فعل شيئا منكرا اطلع الله عليه فكرهه به، وبذلك عاقبه الله تعالى بقطع الوحي عليه، فكان يذهب إلى قمة الجبل ويريد أن يلقي نفسه من شاهق فلم يتحمل افتراق الوحي عنه، لم يتحمل فراق جبريل ضيف الرحمن الذي يحل ضيفا على أمين الوحي في الأرض. الصحابي المجنون محمد رضي الله عنه لم يصبر وأصيب باليأس الشديد حتى أنه أراد الانتحار من فوق الجبال، وهو الذي قال في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. الله أكبر. إذن الصحابي محمد كان يريد أن يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهكذا يعرف هؤلاء المشايخ الفضلاء، يعرفون للغرب والنصارى ولليهود من هو الصحابي محمد حتى يطعنون فيه. طبيعي أن يطعنوا، فلا توجد ديانة على وجه الأرض طعنت في الصحابي محمد غير ديانة أهل السقيفة، حتى أصبح الغرب يرسمون الكاريكاتير والأفلام لتشويه الصحابي محمد رضي الله عنه.